اللي حاط له ببيته مجسم عين خرزة زرقاء عين، هذا شنو قال عن العين والحسد شيخنا؟ اللي حاط له شف أزرق شنو قال؟ هذا يوم اللي سافرت مصر اكو شف ازرق من فيروز او كذا او مصبوغ ازرق، يقولون تحطه على الباب حتى يصد العين. ايه، ولا حاط حدوة حصان، انا متعرض الها ترى، قصة حدوة الحصان متعرض الها وراح اكررها. تعرف هذه حدوة الحصان؟ لا انا مو جاي ببالي، بس اخونا الله يذكره بالخير يحطون حدوة حصان شنو؟ قال تطرد الجن وتطرد العين والحسد. شنو حدوة حصان تطرد العين والحسد؟ عجزت قل أعوذ برب الفلق، وعجزت قل أعوذ برب الناس، وبعد مو حافر الحصان إلا حدوة حافر الحصان، هي اللي بتطرد العين وهي اللي تعرف هذه الحدوة شنو أصلها لو ما تدري؟ عندك خبر لو ما تدري؟ أي أنا أقول لك الآن، اسمعوا شباب، هذا أقرأ لك الآن تاريخ. ارجع إلى موسوعة كربلاء لدكتور لبيب بيضون، وارجع إلى سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، وينقلونها عن مصادر تاريخية في مصر. هل تعلم بعد رفض صدر الحسين عليه السلام خيول الأعوجية هذه وين راحت؟ ودوها للكوفة، فكانوا يتمسحون ويتبركون بها لأنها سحقت صدر الحسين، وقاموا ياخذون الخيول يودونها من بلد إلى بلد يتبركون بالخيل التي رضت صدر الحسين. طلعوها من بلد إلى بلد، جابوها الشام، ودوها كل مكان، ودوها إلى أن وصلت إلى الدول المغرب شماتة بقتل الحسين. أهل مصر طلبوا خيل الأعوجية، قالوا الخيل خلاص بعد وديناها إلى مواضعها، قالوا على الأقل جيبوا لنا حدوة حوافر الأعوجية التي سحقت صدر الحسين. فنزعوا 40 حدوة ل40 حافر وجابوها إلى مصر، وقاموا يدورون بها على بيوت مصر يتبركون بها. فيما بعد الحدادون سووا حدوات على هيئة تلك الحدوات، حدوات الأعوجية. كل واحد يقول ترى هذه واحدة من الحدوات 40، يقول جيبها نعلقها بالبيت تبركا. عرفت هذه الآن اللي يجيبونها ويعلقونها شنو أصلها؟ وقايل لك مصادرها، يعني ذاكرينها في التاريخ، موجودة أكثر من مصدر ذكرها. هذا خلى الأحراز وخلى الأذكار وخلى الروايات وخلى السور القرآنية، وراح علق له